مجددا مشاهدينا الكرام الى الجزء الثاني من برنامج احكي بالون عبر قناتكم قناه البلاد. نواصل الحديث عن المنتخب الوطني لاقل من 17 سنه مع بدايه هذا الجزء. قبل ان نعرج عن بقيه المواضيع، حسين العرفي توقفنا عند المنتخب الوطني لاقل من 17 سنه. انت كلاعب حسين العرفي، بالنسبه لك وشنو هي اهميه، يعني كلاعب جان صغير 17 سنه، اهميه تلعب في منافسه هنا امام جمهور كبير، ولو كنت تتاهل تروح تلعب مونديال؟ يعني لو كان اي واحد سقسيه يعني حلم كبير تلحق المونديال، يعني نورمالمون يكونوا متحفزين تلقائيا. هذا الشيء راح يكون واضح، لانه علاش درك هذو اللاعبين الشبان راهم ديجا شغل ذاقوا طعم الفوز وطعم النهائي، وكيفاش كان الشعب الجزائري كانوا موراهم وكانوا يساندوا فيهم. رامي انا شوي سوري سيرتان كان اللاعبين تاع المنتخب راهم واعيين واش راهم يستنى فيهم، لان ما علاش اولا راح تكون كيما نقولوا احنا حافز ليهم هما كلاعبين باش يزيدوا يبانوا على الساحه الوطنيه والساحه كيما نقولوا احنا العالميه. علاش؟ لانه راح يكون كاين دي ريكريتور اللي راح يجوا كيما يقولوا احنا يتبعوا هذه الدوره. راح نشوفوا ثاني مستوى راح يكون كبير على غير المنتخبات اللي راهي تعمل في صمت. شفت كيما نقولوا احنا 17 نورمالمون راهو الحق كيما نقولوا احنا الاحتراف، سما وقت الاحتراف سي 17 16 18. يعني باش يلعب سينيور راهي على الابواب، خاصه في الانديه المحليه. على هذاك اللي قلت لك انا راهم هما الخزان تاع المنتخب الوطني. علاش؟ لانه علاش راح يفوز بهذيك الثقه هذيك تاع الشعب الجزائري اللي راح يشوف هذا العرس الكروي هذا. ولما لا ان شاء الله اللاعبين هذو اللي راهم طالعين لاج دو 16 18 سي كيما نقولوا احنا الباب راح يكون مفتوح للاحتراف باش يكونوا في انديه كبار ان شاء الله. جلال، حتى المستوى تاع كاس افريقيا مقارنه بكاس العرب راح يكون مرتفع نوعا ما، احتكاك مع المستوى العالي. يعني اللاعبين تاعنا، يعني المنتخب الوطني تاعنا راح يخرج بفائده كبيره، لما لا؟ لذلك نقولوا مقارعه الكبار ووصول الى الهدف المسطر. لا حقيقة، خاصة أنه هناك إمكانيات كبيرة راهي موفرة لهذا المنتخب الجزائري، راح يلعب مع أكبر المنتخبات الإفريقية. والمثال عن ذلك أنه لما نتكلموا على المنتخب المغربي اللي وصل اليوم، المنتخب المغربي في الشان ما جاش يشارك، يقول لك أنا نجي في طائرة مغربية ولا ما نجيش، لكن اليوم رضخ الأمر الواقع، ورئيس الاتحاد المغربي رضخ الأمر الواقع. لماذا؟ لأنه الدورة هذه تاع أقل من 17 سنة هي مؤهلة لكأس العالم. دونك المنتخب المغربي من غير المعقول أنه يضيعها لسبب يعني خاصة أنه الجزائر وفرت نفس الإمكانيات اليوم اللي كانت موفرة قبل شهرين 3 شهور في منافسة الشان في نفس الفندق. المنتخب المغربي نفس الملعب نفس الإمكانيات، واليوم شوفوا حفاوة الاستقبال لهذا دورة. حتى الامكانيات اللي وضعتها الجزائر يعني زادت كبرت. لو كان نشوفوا قبل اشهر كانت منافسه اقل من 20 سنه في مصر، كانت ربما لا حدث بالنسبه للكثيرين، على عكس بطوله الشان هنا في الجزائر، وحتى كاس العرب اقل من 17 سنه، وحتى هذه اللي حتكون ربما عندها قيمه وتخلي كل المنتخبات يحبوا يشاركوا. لا حقيقة، ونذكروا أنه الدورة هذه لما الجزائر توفر إمكانيات كبيرة من حيث الملاعب، من حيث المواصلات، وكذلك الفندقة وكل شيء. حتى الكاف لما الان راح تبيع هذه الدوره، تبيعها تلفزيونيا في النقل التلفزيوني لاكبر القنوات العالميه. لما تشوف ملعب عنابه، امكانيات اللي توفر فيه ملعب نيلسون مانديلا، خاصه اذا كان الجمهور في الموعد كما شفنا في الشان. ان شاء الله شفنا بدايه طرح التذاكر على منصه تذكيراتي بسعر رمزي 200 دينار. غدا ان شاء الله راح يكون وليد حفل الافتتاح بنكهه جزائريه بفنانين جزائريين. ان شاء الله العائلات العاصميه وكذلك الولايات المجاوره راح يجوا بقوه الملعب نيلسون مانديلا يشوفوا الحفل الافتتاح على 6 مساء، ثم ان شاء الله راح يكون مع الساعه 8 عرس كروي اخر مع منتخب الصومال. من دون شك رزق رمان الاشبال تاعو يستناو حضور جماهيري باش يساندهم. ان شاء الله 3 نقاط ان شاء الله يحققها المنتخب الجزائري باش يفتح وتكون بدايه باش يزيدوا يتالقوا. الى موضوع اخر متعلق دائما بالتنظيم ورغبه الجزائر في تقديم ملف ترشح لاحتضان طبعه كان 2027 وقبلها
كانت الجزائر قد ترشحت رسميا لاحتضان طبعة 2025. جالا نعاود نولي لك الجزائر يوم أمس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أعلنت عن الدول التي ترغب في الترشح. الجزائر كانت من قبل حطت ملف رسمي لاحتضان كان 2025. اليوم زادت دارت ملف. ربما الجزائر اليوم تحرص على احتضان هذه الطبعة. إذا ما كانش 2025 من نصيبها راح تكون 2027 من نصيبها إن شاء الله. حقيقة بالأمس شفنا كان ان كومينيكي بياني من الكاف تكلمت على البلدان الراغبة في الترشح. هنالك الجزائر، مصر، بوتسوانا، وكذلك هنالك ملف مشترك ما بين تنزانيا، أوغندا وبلد يعني آخر. نظن أن الجزائر رسميا لم تضع الملف ترشح في مقر الكاف، مازال يعني لديلي مازال ما لحقوش. هذه من جهة أخرى 2025 الجزائر عندها نقولوا ملف ثقيل وليد، ملف ثقيل من أجل تنظيم 2025. الآن الكاف إلى رغبة أن الجزائر تنظم 2025 الجزائر راهي مستعدة، تحب 2027 الجزائر كذلك مستعدة للتنظيم، حبوا 2029 الجزائر مستعدة للتنظيم. إمكانيات كبيرة، الجزائر عندها كل الإمكانيات، ولكن السؤال المطروح أن نطرحه أنا كإعلامي، الجزائر لم تنظم أي دورة في كان للأكابر منذ 1990. هنالك بلدان أخرى أعطاهم في 2015 ويعني جابوا سبب الإيبولا وما نظموش. الآن تعطيهم 2025. معليش باش نكونوا بصراحة تقصد دولة المغرب اللي يعني رفضت طلب بالكاف حقيقة المتأخر بسبب وباء إيبولا آنذاك. اليوم الجزائر يعني الكثيرين يقولوا أن الجزائر في أفضل رواق، لكن اللي خصنا هو يكون عندنا عضو مليح في لاكاف. لكن الجزائر يعني رغم أنه ما عندها حتى واحد يعني يضرب عليها في الكاف، لكن راهي تقارع الدول الكبيرة، وكل هذا بالبنية التحتية ديالها بالمنشآت الرياضية. مراد السلاطني سمعنا مؤخرا أو حتى نشر في جريدة المجاهد، بعدها تناقلتها مختلف المؤسسات الإعلامية ومنها قناة البلاد، أنه الزيارة الأخيرة للأمين العام للكاف فيرون إلى الجزائر لم تكن بسبب معاينة المنشآت الخاصة بدورة أقل من 17 سنة، إنما الوقوف على جاهزية الجزائر لتعويض دولة كوت ديفوار في حال عدم قدرتها، ولو أنه فيرون بعدها تنقل إلى دولة كوت ديفوار وتلقى ضمانات بلا حين يكونوا جاهزين. على كل حال هذا ملف ما يخص الأخصائيين في هذا المجال، ولكن أنا كرياضي ولا مدرب ما نفهمش مازال ما اعلنوش على الدولة اللي راح تفوز باحتضان كأس افريقيا 25 يوضعوا ملف تاع 27. درك هنايا دونك يدخل الشكوك هنايا. هل تعتقد أنه الجزائر تلقات ربما تسريبات ولا بال 2025 مش راح تكون لها؟ لا، لازم نعرفوا شكون دابور اللي يدير لا كوب دافريك 2025 باش تقدر تكون تدير العضوية تاعك كونديداتور باش تقدر تترشح وتفوز بتنظيم دورة ما تفتح باب ترشحات. اكيد الجزائر ما تقدرش تستنى، يعني لو كانت تدي 2025 ما تديش تاع 2027 بصح في حال عدم الاعلان توجد الملف تاعك وراك تستنى. يعني هذا طبيعي. من المفروض ومن الطبيعي قول لي على الطبعه ال 25 يعني تلوم لاكاف اللي فتحت ترشحات 2027 قبل ما يعلنوا على المترشح اللي نيل تاع 25. منطقي. لكن الجزائر تكون عندنا الفرصه وعندنا كل شيء جاهز باش نحتضنوا كاس افريقيا 25. اسكو زيد يعطيك 27. نظن الجيري الا كانت تنظم 25 ما تكونش عضو في اكيد خاصة الكونديداتور تاعها في 27. هذا اللي حبيت، هذا هو اللي هنا اللي حابين يشوفوا نية ولو انه في افريقيا كل شيء ممكن، مثل ما تابعنا من قبل دولة مصر اللي كانت دائما جاهزة وانقذت القارة السمراء من العديد من المهازل. يعني تكون في كل مرة لما الدولة ما تجهزش ما صرت تبين النية ديالها باش نكمل نقولوا في افريقيا في حوايج اخرين، ولكن في كرة القدم بالذات. ولكن هذه كاين قوانين الفيفا هي لا توتيل تاع لاكاف. دونك هنايا التواريخ هذوم اللي انت اعلني شكون يحتضن 25 بعدها باش من بعد نفتحوا
الكونديداتور بور لو بروغرام تاع لكن 2025. بالنسبه اسمح لي مراد، بالنسبه للمترشحين اليوم شفنا 3 ملفات، ملف الجزائر، ملف بوتسوانا، وملف مصر، وملف المشترك، يعني كينيا، تنزانيا، يعني 4 ملفات. يعني هذه الدول المترشحه لو كان يعني الجزائر يعلن انها ستنظم كان 2025، يعني بالنسبه لهذه الدول انه الجزائر راح تسقط، يعني يكون احتمال فوزهم باحتضان طبعه 2027 يزيد يكبر اكثر. احنا ديجا كي نشوفوا العاب البحر الابيض المتوسط اللي كان فيها بلدان اوروبيه وافريقيه وعربيه واسيويه اللي جاوا الالعاب البحر الابيض المتوسط، هذيك هي سي لو سومي دو لورغانيزاسيون بشهاده كل البعثات اللي كانوا في الجزائر واللي هم متعودين يكونوا في الالعاب الاولمبيه، في كؤوس العالم، يكونوا في تظاهرات كبرى، ما بالك كاس افريقيا اللي تكون فيها ممكن 24 فريق. احنا عندنا منشآت ومن ال 25 ممكن يزيد يفتحوا ملاعب اخرى ويزيد يكون فيها ترميم وفيها صيانه تاع ملاعب أخرى. يبقى الاكيد هو انه مهم جدا بالنسبه للجزائر احتضان تظاهرات مماثله. قبل ما نولي لك جلال نختموا معك هذا الموضوع، حسين العرفي يعني اللي كانت تعطينا اهميه يعني الجزائر اللي كانت تحتضن كاس افريقيا، خاصه انه التتويج قبل 2019 التتويج الوحيد للجزائر كانت 1990 هنا في الجزائر، لهذا ربما يعكس رغبة الجزائر من أجل احتضان كان في الطبعات المقبلة. نظن ما كان حتى اختلاف في هذا الشيء اللي راك تتكلم عليه الاخ وليد. كاش اختلاف وما كاش مانع ايضا. وما كانش مانع، لان علاش حنا شفنا اليوم المنشآت تاع الجزائر، اليوم الجزائر كبرت في واحد كيما نقولوا واحد المستوى اللي من ناحيه الملاعب، من ناحيه المنشآت اللي شفنا كل كيما نقولوا احنا كل وسائل الاعلام سواء الافريقيه ولا العربيه ولا حتى الاوروبيه كانوا يتكلموا على المنشآت وجاهزيه الجزائر في الموضوع تاع كاس افريقيا. ولكن احنا نتمناو ان الشيء اللي نتمناه هو انه الجزائر راح تفوز تنظيم كاس افريقيا في 2025. ما ان شاء الله لو كان ما نديروهاش تاع 25 او موا البروشينمون 27 او بيان لو 29 ثم كيما نقولوا 2029. 4 سنوات ستكون كافيه لتجهيز او لابهار افريقيا. إذا عندك إضافة جلال؟ عندي إضافة يا وليد فيما يخص أنه 2025 إذا دات الجزائر الحمد لله رانا نظمنا كأس أفريقيا، ولكن إلى بلد من نفس المنطقة تاع الجزائر يدي 2025 اخلاقيا الكاف لما لازمش تمت 27 البلد من نفس المنطقه. نظن انه حتى الكاف نشوفوا مؤخرا موتسي بي لما يخرج لكل البلدان الافريقيه لكل البلدان يقول لها نعطيك 2027 نعطيك 2025. شفناه تنقل الى كينيا واوغندا ويعطي تنزانيا، شجع بلدان الشرق الافريقي من اجل تنظيم كاس افريقيا. نشوفوا ملف مشترك بين كينيا واوغندا وكذلك تنزانيا. نشوفوا في تنزانيا كان ملعب واحد. نعرفوا ان دفتر الشروط من اجل تنظيم كاس افريقيا الان لازم لك ست ملاعب. يعني كل هذه الامور تخلي يعني صعب التكهن بهويه البلد الذي سيحتضن كان 2025 خاصه حقيقه. ولكن الاشكال انه لما دوك تشوف رانا في 2023 بعد سنة أو سنتين الكاف ستعود إلى الجزائر، تترجى الجزائر من أجل تنظيم الكان، لأنه هناك بلدان عديدة لا تستطيع الآن احتضان هذه التظاهرة ب 24 منتخب وبدفتر شروط كبير. والأكيد أنه كوديفوار حتى لو تمكنت من ربما احتضان الطبعة لن يكون مجال للمقارنة على الأقل مع طبعة الشان التي احتضنتها الجزائر. لما نقارنوا كاميرون 2022 مع الشان الجزائر 2023 فرق كبير. الشان في الجزائر أحسن من كأس أفريقيا. شكرا لك جلال، كل توفيق للجزائر في العودة إلى الساحة الإفريقية. إلى موضوع آخر، إلى المنافسات الإفريقية الخاصة بالأندية ورابطة أبطال إفريقيا، البداية بشباب بلوزداد الذي يرفع التحدي يوم غد بحول الله في بريطوريا رغم التأخر بنتيجة كبيرة في مباراة الذهاب ب4 أهداف لهدف واحد. نتابع الندوة الصحفية لمدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي في ميكروفون الزميل النشيط وليد الرئيسي. معناها demain c'est un match pour nous, c'est un match d'orgueil, donc on doit renverser un peu la cadence. C'est pas évident. Je sais que le match ça sera difficile, surtout sur le plan mental pour nous, mais on va essayer, au moins on va tenter de gagner et après on attend qu'est-ce qui arrive. C'est vrai, c'est très difficile
parce qu'on joue contre une très bonne équipe devant leur public, mais il n'y a pas d'impossible dans le football. Donc on a même une chance petite comme ça, donc on va se raccrocher, Inch'Allah. Déjà, voilà, c'est toujours compliqué d'entamer un match avec une défaite en match aller. Après, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde nous voit éliminés. Nous, on sait qu'on va se donner à fond justement pour contredire ça. On n'a rien à perdre, donc on va tout faire pour remporter ce match et inverser la tendance. Maintenant, voilà, nous, demain, on va se donner à 200% pour remporter ce match. Et si Dieu le veut, et si on met tous les ingrédients qu'il faut, je pense qu'on peut faire douter cette équipe. إذا كما تابعنا تصريحات نبيل الكوكي في الندوة الصحفية قبل مباراة شباب بلوزداد أمام ماميلودي سانتاوز الجنوب إفريقي يوم السبت بداية من الساعة 2 زوالا بالتوقيت المحلي بملعب بريطوريا. إذا نبدأ معك سلاطني، مراد سلاطني، هل من حق اليوم مدرب شباب بلوزداد أو لاعبي شباب بلوزداد يكون عندهم طموح، يكون مازال عندهم يعني يطمعوا في العودة في النتيجة، ولا تشوف باللي المأمورية صعبة؟ يعني مباراة الذهاب الكثير يحملوا الكوكي ما يحملوا لي لها لأنه بالك تكلم يعني لها بزاف. اليوم أقل من 24 ساعة على مباراة العودة، هل من حقهم يكون عندهم طموح ولا لا؟ بيان سور من حقه، مادام مازال دوزيام ماتش رغم الهزيمه 4-1 نوعا ما ثقيله، والخصم هذا يمتاز بثقه في النفس، وراهو ديجا في البطوله يتصدر بطوله جنوب افريقيا افيك زائد 37 هدف. تفهم باللي سي اون ايكيب تكنيك ويلعبوا كما نقول لك افيك ان كونفيونس افيغل. ولكن في كره القدم بداية المقابلة تقدر تبدل لك كل شيء، تبدل لك الأفكار، هذاك الكلام اللي تقوله قبل المقابلة في المقابلة قادر ما تزيدش تكون غلط 100%. إذا شباب بلوزداد يبداو يسجلوا هما الأولين ممكن الخصم يرتبك، وممكن لا فيزيونومي تاع المقابله اللي رانا حنا نتصوروها بلي سي اون ايكيب تكنيك ويماركيو لنا، ممكن يربحونا 2-0 وممكن تتبدل مجريات المقابله. لو كان انت مراد سلاطني انت هو مدرب شباب بلوزداد، خسرت بنتيجه ثقيله، صرا اللي صرا، كيفاش راح تدخل مباراه العوده؟ وشنو هي الخطه اللي تعتمد عليها؟ وشنو هي التغييرات اللي ديرها؟ وشنو هو الكلام اللي تحفز به اللاعبين تاعك؟ تغييرات على كل حال، هم متعودين يلعبوا ب 14 لاعب، تغييرات ما تكونش كبيره، ولكن العامل النفسي هذا مهم جدا. ونلعب الهجوم، ولكن الخط الخلفي وواحد من وسط الميدان نلعب بهم كما نقول لك لا بريدونس. ثم ما تقدرش نروح ككتله هجوميه ونعرف باللي الفريق يلعب في الارض تاعو في الميدان تاعو بثقه اكثر، ونعرفوا النتيجه تاع الذهاب. انا نظن يروح للهجوم، ولكن ما يفو با يتسجل عليه افيك بوكو دو شونس، تكون فيه ضربات جزاء، تكون فيه ممكن ورقات حمراء. دونك في المقابله كل شيء يقدر يتغير. صحيح ان المأموريه صعبه ديفيسيل، ولكن الفوتبول عودنا باللي انا المفاجاه تقدر تكون. انا نشفى وقيل الاتحاد السعودي انهزموا 4-1 في الميدان تاعهم في نهائي كاس اسيا، وانا ذاك كان كاو عبد النور وقيلوا المدرب تاعهم، وفي العوده ربحوا 3-0 في فريق في اليابان. دونك سي فري افضل سيناريو ان شاء الله للشباب بلوزداد، ان شاء الله كل شيء ممكن في كره القدم ان شاء الله. ولكن 3-0 ما راحش تاهل شباب بلوزداد 3-0. لا نحكيك على المقابله خسروا في بلادهم باسكو ولد في اوروبا نحو افضليه الهدف على برات، ما يعني لانه كل الملاعب تقريبا محايده، عكس وش يصرى في افريقيا خاصه في ادغال افريقيا. لو كان شباب بلوزداد مطالب انه يربح ب 4-1 باش يروح للبرولونغاسيون، او 4-0 من اجل التاهل. يعني حسين العرفي باش نتكلموا بصراحه، هل تشوف انت بالك شفنا ما عدا التصريحات اليوم تاع نبيل الكوكي، شفنا من قبل تصريحات في المطار قبل الذهاب، بصراحه هل تشوف تلمس اليوم في لاعبي شباب بلوزداد باللي رايحين باش يعاودوا يولوا بالتاهل، ولا رايحين باش يزيدوا يتفاداو خساره ثقيله اكثر، في خاصه انه المنافس راح يستقبلهم في الملعب تاعو؟ بون احنا دابري واش شفنا احنا في المقابله تاع سان داوز مع شباب بلوزداد في نيلسون مانديلا، وشفنا اللاعبين بالك شفنا اللاعبين ما كانوش في يومهم، ما قدموش مستوى كبير.
انا اليوم كي شفت التصريحات تاع اللاعبين في المطار ولا في كي يلحقوا لجنوب افريقيا، تحسهم باللي شغل اللاعبين حبوا يردوا الاعتبار، لانه علاش كل الاعلاميين، كل الشعب الجزائري، كل التقنيين طاحوا على اللاعبين تاع شباب الوزداد وطاحوا على المدرب، وكلنا طحنا عليهم على كل حال، لان علاش حبينا نشوفوا شباب الوزداد يتاهل الى الدور القادم، لانه شفنا الفرق كبير يعني في المستوى، نظرا كيما نقولوا احنا شغل الظروف اللي كانوا عايشينها واسمه شباب الوزداد، والمستوى اللي قدموه في دور المجموعات، وشفنا هزم انديه كبار على غرار الزمالك، قدموا مستوى كبير. على هذاك خلوا الشعب الجزائري يطمح باش يكون شباب الوزداد، قلنا احنا هذا العام هو اللي راح يتوج باللقب. ولكن دائما كما قال الشيخ في كرة القدم دائما كل شيء وارد. احنا نتمنى ان شاء الله يكون التأهل ان شاء الله من شباب الوزداد، مالغري راح تكون مأمورية ما راحش تكون سهلة امام فريق منظم كثير. ان شاء الله يكون شباب الوزداد ان شاء الله. احنا نتمناو التأهل. لكن جلال انا نضيف لك حاجه، احنا دركا مازلنا نستناو نقولوا الشوط الثاني صعب، دوزيام ماتش، ولكن الان في هذه اللحظه بالذات نقدر نقول باللي لعبنا ضد فريق شباب الوزداد الممثل الجزائر. لازم الهزيمه دي، وبعد الشر اذا يكون اقصاء هذا واقع تسمى، ما عندكش مين تهرب منه، ولازم نستثمروا في هذا الاقصاء هذا، باسكو فريق شباب الوزداد راهو تروازيام اني كونسيكوتيف في البطوله. لازم كل شيء يتبدل. 20 اوت ميم با ولا ملعب تاع تدريب لشباب الوزداد، هذا غير لو ستاد دو 20. يعني اليوم سي ار بي ماشي خسر ب4 في نيلسون مانديلا خلاص يقول كان نخاف من الاستاد الكبار نعاود نولي نلعب. هذا تفكير يعني خاطئ. لا ما لازمش نزيدوا نشوفوه في الانديه تاعنا. نوصلك الفكره اللي الستاندينغ تاع شباب الوزداد لازم يكبر باش تمثل الجزائر في كاس افريقيا هما ولا جياسكا. لازم مادام هما يربحوا في البطوله تاعنا وعندهم ميزانيه لا باس بها، لازم سي ار بي لازم خلاص ايزون غرامبي نوتر ستاد، ولازم احنا نقارنوا روحنا مع الفرق الكبرى. مادام كاين منشآت، مادام كاين ملاعب مرافق، ورانا نحتضنوا دورات كبيره واعراس كبيره في كره القدم، لازم الاسقاط يكون على النتائج. لو 20 اوت ما بقاش تاع سي ار بي، ولا ميم با تاع اون ايكيب اسبوار تاع سي ار بي. عيب كبير، عيب سي ار بي تبقى تخمم تكون في لازم سوندر دو فورماسيون، لازم فندق، لازم كل شيء باش نقدروا غدوه ديسي 4 5 لانه حتى بلوغ ربع نهائي او نصف نهائي رابطه ابطال افريقيا ماشي سهل. يعني الواحد ماشي في كل مره يقدر يوصل. جوستومون جلال نتكلموا على شباب الوزداد اللي ما عندوش خبره في كؤوس افريقيا في الادغال الافريقيه، لكن مؤخرا ولا يشارك كل سنه. اليوم راهو متجه نحو تتويج بلقب جديد ليضمن له مشاركه اخرى العام المقبل. لكن لما تشوف شباب الوزداد يسافر الى جنوب افريقيا وامور غير رياضيه تحدث، الكل يتحدث عن مستقبل الكوكي، الكثيرين يتحدثون عن ربما تغييرات جذرية في شباب الوزداد ربما قد تصل حتى إلى تضييع لقب البطولة. اليوم شباب الوزداد يعني المهم تاعو حتى لو ماهوش راح يعود بالتأهل، لكن يعود يولي بالراس مرفوع، يولي مثلا يحقق نتيجة تعادل في جنوب إفريقيا، يفوز لما لا حتى بنتيجة ما تكفيش. كل هذا راح يكون يعود يطلع له المورال، راح يكون يعطي له الدعم باش يواصل مشوار البطوله. لا حقيقه نكملوا في كلام تاع السيد مراد سلاطني كي نتكلموا على شباب الوزداد. شباب الوزداد كما قال لك هو الفريق هذا دوك كبر على ملعب 20 اوت. ملعب 20 اوت نقولوا ملعب تاريخي، ولكن شباب بالامكانيات اللي توفرها شركه مدار بالمجموعه، ولكن اون كونتر بارتي كي نشوفوا فريق شباب الوزداد في الثلاث سنوات الاخيره ربح البطوله، ولكن بثلاث مدربين يعني متغيرين. حتى الان نبيل كوكي في اول موسم تاعو في شباب الوزداد راح نقولوا ان شاء الله نتمنوا يتاهلوا، لكن على اغلب الظن راح يتوقف في الربع النهائي كما المدربين اللي سبقوه. يعني تجي تفرح بمستوى شباب الوزداد في السنوات الاخيره، لكن لما تشوف تغييرات على مستوى الطاقم الفني يعني تبقى تعاود نقطه سلبيه. لهذا السؤال اللي نطرحه على نفسي لما نقارن فريق شباب الوزداد الامكانيات بالماده اللي في الفريق هذا كسوا بشريا او ماليا، نشوف فريق باريزون وفاق سطيف في السنوات الاخيره
باقل امكانيات ونقولوا بمشاكل اكثر، وفاق سيف كل ما يشارك في منافسه افريقيه. في 2014 فازها، في 2000 في السنوات الاخيره وصل مرتين نصف النهائي، خسر مؤخرا في السنه الماضيه امام فريق الاهلي المصري في نصف النهائي. هذه الخبره لازم يكتسبها الجيل الجديد لشباب بلوزداد، لكن لازم تكون خدمه في لازم تكون خدمه، ولازم تكون يعني نقولوا في شباب بلوزداد. انا بالنسبه لي شباب بلوزداد ضيع المشوار تاعو هذا العام، ضيعها في دوري المجموعات. في دوري المجموعات الشباب كان قادر يتكلاسا يعني الاول في المجموعه، ويتفادى امام سان داونز، يلعب امام شباب القبائل او فريق سيمبا التنزاني، بالك خليه يروح ابعد الحدود. نقولوا انه نقولوا الثقه، ما نقولوش ثقه، نقولوا يعني الافراط في الخوف هو اللي خلى فريق شباب بلوزداد ما يكونش هو الاول في المجموعه. يعني احترام المنافس صح، لكن ما تعطيلوش اكثر من الترجي التونسي لانه كل شيء ممكن في كره القدم. الترجي التونسي تلعب معه في 5 جوليات، دوميني، تضيع العديد من الفرص، فرصه واحده الترجي التونسي رماها في المرمى وجاب 3 نقاط. هذه راه ديفيرونس بين الثقافه تاع النادي. انا نظن كي تلعب ضد فريق كيما سان داونز، انا نظن يستثمروا في احنا درك نحكيو، مازلنا ما شفناش الماتش ريتور، ما نربحوا ونفوزوا ونتاهلوا على سان داونز. سي ار بي ما بقاتش من المنشات، تلعب في الفاوت وتروح تلعب مع في دي جرون ستاد، ما تقدرش، محال. محال ان جوار عندك راتب شهري تلعب في الطرطون. دونك كلش لازم يتبدل، وخاصه ونشوف حتى الاستقدامات تاع اللاعبين الافارقه، وومبا وايوالا، انا شفتهم واقيلا ما عنديش في الوقت ما ماركين 5 بيوت ميم با. في الوقت للكثيرين يعني يقولوا انه تدني ربما مستوى البطوله الوطنيه من بين الاسباب تاعو عدم ربما السماح للانديه بانتداب اكثر من لاعبين، لكن في المقابل لما تشوف الانتدابات تتم عن طريق الفيديو عن طريق الهاتف، تقول يعني من الافضل ما نجيبوش خير، نقعدوا نلعبوا بالشبان تاعنا احسن. كنقولوا الاستخدامات لازم تكون مدروسه. كنقولوا تدني البطوله تسمى عدم مقارعه الكبار. كي نقولوا بريمي تور يتليميناو لي زيكيب، ما يوصلوش كارت فينال. صح. يعني تشوف انت كاين مستوى. انت جي اس كا شفت لي 3 ماتش تاعهم في سان جوي، والماتش هذا اللي كان عندهم الفرص اكثر من الترجي الرياضي التونسي انهزموا. الوغ في لي ماتش الاخرين داروا ماتش كيتابل وتسجلوا بسيتي دي كورنير دي كوفرون. دونك عرفوا كيفاش يسيروا، وكانهم هما الترجي الرياضي التونسي، ما يلعبوش مليح ويربحوا. صح. ولكن هنا الناس اللي هما اللي يحبوا ماذا بهم لو شامبيونا تاعنا، وماذا بهم اللعب المحلي، وماذا بهم المدرب المحلي، هذه صافي صادات دوبوي 2010 واحنا نسمعوا في هذه الحكايات، وهذه كل سي امور تاع بزنس، تجيب اللاعبين وما تجيبش اللاعبين. دونك البطوله كاين لاعبين. 30 ثانيه اضافه فقط. انا اضافه اللي بالك مع حسين يشاطني بالك الراي، نشوفوا فريق شباب بلوزداد افكتيف كبير، لاعب شيخي اللي ما يلعبش كثير، اي عبد السلام اللي جابهم شباب القبائل ما يلعبش كثير، حداد يلعب نوعا ما، ولكن نشوفوا باريزون غوارديولا في سيتي يدير تدوير تاع الفريق. شفنا فريق شباب بلوزداد بدنيا منهار بالخيتر العوافي، كاين بعض نفس العناصر اللي يعتمد عليهم في كل مره، اللي يعتمد عليها اشاك فوا المدرب الكوكي حسين. هذا بدون انقاص احنا المستوى تاع اللاعبين اللي راهم يلعبوا كما نقولوا احنا بانتظام، ولكن كما يقول لك لما تستهلك هم كاع طاقتهم، تدوير التشكيله واجب، لانك راك تلعب في اعلى مستوى اللي هي كاس افريقيا. هذه ما تسامحش، راك فاهم كيفاش. لازم اللاعبين دائما يكونوا في اعلى جاهزيه، وباش يكونوا لاعبين جاهزين لازم يكون تدوير التشكيله، ولازم يكونوا لاعبين في اتم التعداد في 22 لاعب. شكرا لك حسين. النقاش طبعا شيق سيتواصل مشاهدينا الكرام، لكن بعد هذا الفاصل الإشاري ابقوا معنا.